بعد أن نظرت محكمة جنح مدينة 90 قضية مختلفة على مدار ساعتين، استمر الجميع يترقب الحكم في قضية مقتل الفنانة سعاد نصر فقيدة الإهمال الطبي. حضر الجلسة أقارب المجني عليها فيما غاب عنها المتهم، ووفقا للقانون ليس وجوبيا حضور المتهمين أمام محكمة الجنح. وفي 15 ثانية نطقت المحكمة حكما بالإدانة ضد المتهمين. حكمت المحكمة حضوريا أولا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بالمصروفات الجنائية. ثانيا بإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المدنية. أقول الحمد لله والشكر لله والشكر لله ان هي صعدت زينت، والله هو كده خدت حقها الحمد لله. معانقة هستيرية شهدتها قاعة المحكمة إثر الحكم، فالحكم حقا فجر مشاعر الحزن الدافنة لديهم بعد علمهم بأمر الإهمال الطبي. المحكمة أكدت في أسبابها توافر الإهمال المهني في حق طبيب التخدير محمود غلاب، وقالت المحكمة إنها اطمأنت التقارير الطبية التي أكدت خطأ طبيب التخدير ومسؤوليته عن وفاة الفنانة الراحلة، فضلا عن مسؤولية المستشفى من الناحية المدنية. المستشفى النهارده النيابه العامه ما وجدتلاش اي اتهام من الاصل، ولا الدكتور احمد صلاح بدوي. على اي اساس النهارده الدعوه المدنيه بتحال؟ على اي اساس؟ وهي محكمه جنائيه غير مختص. انا لما اجيب دكتور 6 سنين ما فيش خطا عمله، دكتور استشاري كبير في جامعه القاهره استشاري، والنهارده جايب احسن اجهزه، واللي بيقول كده ايه؟ تقرير اللجان المعايره واللجان اللي نزلها وزير الصحه على اعلى مستوى. النهارده لما اجيب افضل اجهزه واجيب افضل دكاتره، انا النهارده هوجه ازاي؟ هدخل اوضه العمليات اوجه كمستشفى؟ الدعوه المدنيه لا تعنينا في شيء، كان يعنينا القصاص لروح المرحومة، دي رغبة الورثة الفعلية. واعتقد ان بعد الحكم ده تقدر روحها ترقد في سلام بعد ما عرفت ان فعلا اخلاص القضاء من قاتلها. يذكر ان محامي اسرة الفنانة سعاد نصر قدم بلاغا الى النائب العام يتهم فيه الدكتور محمود غلاب متخصص التخدير بمستشفى الجلف التخصصي ورئيس مجلس إدارتها بالتسبب في وفاتها بعد أن خضعت لعملية شفط دهون بالمستشفى في مدينة نصر في 27 من ديسمبر 2005 إثر حقنها بجرعة بنج زائدة تسببت في تعرضها لغيبوبة طويلة. كما يذكر أن حكم المحكمة يقبل المعارضة أو الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر إذا أراد المتهمون. الحكم 3 سنوات في قضية التساهل والإهمال الطبيين قد يكون الحد الأقصى للعقوبة في هذا الاتهام، لكن القضية قد تحتاج إلى دراسة أسباب هذا الإهمال قبل أن يقبعوا خلف هذه القضبان عشرات الأطباء ممن يقتلون مرضاهم. محمد مبروك، الحياة.